تصريحات رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد تدعم وتتوافق مع خيارات حكومة سلال 4 بالرغم من تراجع أسعار العملة الدينار الجزائري أمام اليورو والدولار. سلف دعماش تحدثنا عن الموضوع. هادو الناس اللي راهم يخوفوا الجزائريين المقاولين وليزاندستريال الجزائريين اللي الجزائر رايحة تريب. ربي يعطي لهم شويه رزانه وشويه ان بو دو ساجيس باش يقولوا حاجه واحده اخرى. الجزائر انا نقول اليوم من الدية راهي بخير. بلغة قريبة من الخطاب الرسمي للحكومة، يرى علي حداد الذي يتزعم أقوى منظمات الباترونة أن التوازنات المالية للجزائر بخير. رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية هاجم من أسماهم الثرثارين الذين يريدون زعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية وتحريك الشارع لحسابات سياسية ضيقة. هادو ثرثارين، هادو يديروا الهجة باش يغليوا الشارع وينو ديستابيليز لو بيي. تهوي أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار وتآكل احتياطي الصرف يبدو أنها لا تقلق علي حداد الذي نجح في الحصول على مكاسب غير مسبوقة للمؤسسات الخاصة في صورة الإعفاءات الضريبية. أنا والله ما تخوفني لا كريز هذه بتروليير باسكو l'Algérie de 2015 c'est pas l'Algérie de 86. L'Algérie de 2015 elle a quand même une industrie, elle a quand même une agriculture. خيارات حكومة سلال 4 التي تتناغم مع الباترونة لمواجهة أزمة انعكاسات الأزمة الاقتصادية تطرح تساؤلات حول مدى استيعاب صناع القرار للدرس مع انتهاء عهد البحبوحة المالية.